كذلك كانت رحلة فرنسا عندها نوايا معينة. إذا الجزائر من وقتها ساعدتنا، ومساعدتها يعني احنا ما نشعر في الحقيقة عن أداة. المغرب يقول لنا أداة. حسن الثاني يعني يقول نحن مؤسسين البوليزاريو أنه في الحقيقة يعني البوليزاريو ما هي حركة نظيفة لأنها مؤسسها أبو مدين. هذا بالنسبة للتاريخ، ولكن تصريحات خالد نزار لقناة الجزيرة تركت مرارة على ما يبدو لدى عدد من القادة السياسيين والعسكريين هنا في الصحراء، التي طالما اعتمدت على الدعم المباشر من قبل نزار ورفاقه في تلك المعارك الضروس التي دارت روحاها بين القوات الصحراوية التابعة لبوليزاريو وبين الجيش المغربي. ورغم ذلك فإن العلاقة بقيت ثابتة جدا بين بوليزاريو والجزائر، خصوصا أن تخلي ليبيا عن دعم الصحراويين بعد اتفاقية وجدة الشهيرة بين العقيد معمر القذافي والعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني جعلت جبهة بوليزاريو رهينة للحليف الجزائري الوحيد. ومن هنا بالضبط فإن تصريحات خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق حول عدم جدوى إقامة دولة صحراوية أثار أكثر من قلق ومرارة هنا في الصحراء الغربية. من يؤمن ويكفر في جلسة واحدة أنا لا أعرف كيف أفسره. يعني بعض الأوقات أنه في الحقيقة نحن لنا مبادئ وندافع عن المبادئ، وبعض الأحيان يعني نحن لا نريد دولة جديدة في المنطقة. يعني تناقضات في الحقيقة. أتمنى يعني أن ما يكون الزمن يعني هو أثر في دماغه. لأنه وخلافا لمحفوظ علي بيبة، فإن وزير الدفاع الصحراوي محمد أحمد بوهالي يبدو أقل تأثرا بموقف خالد نزار. بالنسبة لي هذا الموضوع لا أرغب كثيرا في التكلم عنه، لأنه بالنسبة